السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو جديد وسريع. هنعمل النهاردة الفتة وهنسلق اللحمة بطريقة سهلة ونشوحها مع بعض. تابعوا معايا الفيديو للآخر وان شاء الله يعجبكم. تابعوني باللايكات والاشتراك في القناة. هسخن الحلة كويس جدا وانزل بمعلقة زبدة ومعلقة زيت وانزل بقى باللحمة عشان اشوحها. نزلت باللحمه كده عشان اشوحها. طبعا الكميه اللي انت عايزاها حسب افراد الاسره، تعملي كيلو نص كيلو اي حاجه. ده كيلو الا ربع. حطيت كده اللحمه بالشكل ده واسيبها بقى لحد ما تتشوح. هنزل بقى ببصلايه صغيره بالشكل ده او بصلتين صغيرين، ورق لورا وحبهان، واسيبها لحد ما تتشوح. وهنزل كمان بالفلفل الاسمر. واديها تقريبا كده لحد ما تتشوح اللحمه كويس جدا. بعد ما اللحمه اتشوحت بالشكل الجميل ده انا مش هكتك عليها تاني في التسويق كده كويس جدا. هجيب بقى ميه دافيه، اكون انا محضره ميه دافيه غلياها كويس جدا وانزل عليها وانزل على اللحمه واديها تقريبا كده، واي ريم فيها شيء هسيبها تاخد غلوتين 3 وبعد كده اروح حاطه لها الملح. بقى هنا الرز عادي، رز ابيض عادي للفته، معلقه زيت ومعلقه زبده كده. استنى لحد ما الزبده دي تسيح مع الزيت وانزل بالرز. هنزل بقى كده بالرز 3 كوبايات رز، يعني معيار ايه الاسره اللي هتاكل، يعني مش لازم الكوبايات اللي انا هعملها. وهشوح الرز كويس جدا مع الزبده. وهنزل بقى بالملح، احط الرز عادي يعني لحد الرز الحط اللي يناسبه. طبعا كل ما تعايري الرز كل ما بتعرفي الحط بتاعه، يعني مش شرط تلتزمي ب3 كوبايات حسب عدد الرز. هنزل بقى بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. واديه تقريبا كده حلوه واغطي عليه بقى واسيبه. اول ما يغلي غلوه اروح موطيه عليه خالص شمع واسيبه ربع ساعه، وبعدين يكون كده الرز خلص. خلاص الرز خلاص استوى. طفيت بقى عليه كده وحطيت كده طاسه على النار، حطيت فيها قطعه زبده عشان اعمل طشه الثوم بتاعه الفته. بس الزبده كده ما قدحت هنزل بمعلقه ثوم كبيره بالشكل ده. هاخد بالي عشان ما تاخدش لون، انا مش عايزه الثومه تاخد لون. هنزل بقى ب3-4 معالق خل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بالشكل ده كده. وهنزل بالكزبره. بسيبها بقى لحد ما تاخد كده غلوتين 3. انزل بقى بمعلقه صلصه كبيره او ممكن عصير طماطم. صلصه طماطم ممكن تضربي نص كيلو طماطم في الخلاط وتروحي نازله بيها وتسيبيها لحد ما تغلي غلوه. انا اسيبها كده لحد ما تفك. في صينيه كده حطيت فيها قطعه زبده. هنزل بالعيش، ده عيش بلدي مقطعاه كده بالمقص، احمره بالشكل ده هنا كده على البوتاجاز. ممكن تروحي حاطه عليه معلقه زبده كده او معلقه زيت وتدخليه الفرن وكل شويه تقلبيه تقلبتين. هسيبه اديه تقريبا كده واسيبه لحد ما يتخمر. هنا بقى هحدق الصلصه. احط ملح وكمون وفلفل اسمر. وديها تقليبه حلوه كده.
وهنزل بمعلقه سكر صغيره عشان حموضه الصلصه، حاجه بسيطه كده، واديها تقليبه كويسه واسيبها تاخد غلوه، وبعدين اطفي عليها ويبقى كده التومه بتاعت الفته كده جاهزه. انا كده خلاص حمصت العيش معاكم بالشكل الجميل ده. هعمل ايه بقى؟ هجيب كبشه شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت في الشوربه دي بعد ما غليت غلوتين حطيت فيها الملح بس، كفايه كده. مش لازم نطري العيش قوي عشان ما يبقاش مندي كده ومش هيعجبك. ودي التقليبه كده حلوه بالشكل الجميل ده، وهنزل عليه بالصلصه اللي احنا عملناها اللي هي الدقه بالثومه دي. الثومه بتاعت الفته بتبقى جميله قوي بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بقى بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز بتاعنا الجميل ده شايفين. هديه تقليبه كده في العيش كده مع الرز. طبعا ده اختياري، عايزه مش عايزه تقلبيه طبعا براحتك. ممكن تحطي العيش تحت بعدين فوقيه الرز، يعني التقديم ده بيبقى ايه اذواق بالشكل ده كده. هنزل بقى بقيه الرز كله على الوش. خلاص كده بعد ما انا رصيت الرز بالشكل الجميل ده فوق الصينيه، هحط بقى دقه التومه دي على الوش كده بالشكل الجميل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هوزعها كده على وش الرز. ممكن تحطي طبق كبير او سيرفيس كبير، تحطي تحت اللهم صل على النبي العيش، وفوقيه الرز، وعلى الجوانب كده بقى شويه عيش، وبعدين تروحي حاطه الصلصه كده على الوش. يعني ممكن ما تقدميش يعني في صينيه. انا بقى هدخلها عشان انا قدمتها في صينيه عشان انا ادخلها بس الفرن تاخد وش بسيط كده. ممكن تستغني عن دخول صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. كمان كده كبشه شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل الجميل ده. اشيل بس الحبه هنا دي بس. شايفين الصينيه الجميله؟ هدخلها بقى الفرن تاخد وش بسيط كده. وبكده يكون احنا خلصنا النهارده الفته بتاعتنا. طلعتها من الفرن، خليتها تاخد حاجه بسيطه كده، ما تاخدش وش جامد. وغرفت اللحمه بالشوربه. انا ما حمرتش اللحمه ان انا مديها تشويحه حلوه قوي. واخده تشويحه حلوه قوي في اول الفيديو قبل ما انا مسلوقها اديتها تشويحه. وبكده النهارده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا. عملنا مع بعض الفته بطريقه سهله جدا، ان شاء الله تعجبكم. جربوها. وشوحنا اللحمه مع بعض وسلقناها، والشوربه بتاعت اللحمه جميله ولونها ذهبي ازاي، لونها صافي، هتعجبكم قوي. وكانت معكم ايمان هلال، قناتي ومطبخي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. يا رب قناتي تعجبكم. تابعوني باللايكات والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.